صباح الخير. النهارده احنا في جزيره بالي، هاخدكم معايا النهارده هوريكم اماكن الفطار في بالي عامله ازاي، وبنقضي يومنا هنا ازاي من اول يوم لاخر اليوم، وبنصرف كام. يلا بينا. صباح الخير. صباح الخير. النهارده احنا في جزيره بالي، وهاخدكم معايا اليوم كله من اوله. هنروح نفطر وافرجكم على اماكن الفطار وبنقضي يومنا ازاي من اول يوم لاخره، وبنصرف كام في اليوم. معاكم وائل خاطر. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه، ويلا بينا ننطلق. رايحين نفطر. هنا عندهم سيرموني. هلو. What is this ceremony for? This ceremony for what? Odalan. What's it? Odalang. Yes. Odalang. And what is it? Like what is Odalang? What is Odalang? Like they do every day or every year? This ceremony they do every year. ده احنا عاوزنا معاه. طب خلينا نخش نتفرج على الاحتفاليه دي عامله ازاي. عندهم هنا طقوس هندوسيه، لان هنا هم هندوس، فعندهم احتفالات بتبقى زي سيريموني او حاجه بتتعمل كل سنه او كل شهر. Hello. What is this ceremony? Odalang. What is the name of it? Odalang. Odalan. Odalang. And they do every year? No, 6 months. Every 6 months. تقولي ان هم بيعملوها حرفيا كل 6 شهور هنا. And for what, like what is the type of ceremony? Like what you do? You just give blessings? Yeah, they sing like flower and fruits. Yeah. Give flower and fruits to God. For the God. To the God. Yes. Thank you. Yeah, welcome. هنا بيقولوا لي ان دي احتفاليه بتعمل كل 6 شهور اسمها اودالانج، وبيدوا هنا زي بليسنجز، بيعملوا بليسنجز وفواكه، بيقدموها قرابين، بيقدموها زي قرابين للاله. شايفين هنا كلهم بيبقوا لابسين زي يونيفورم معين او لبس معين، كلهم لابسين هنا لبس معين، ودي البليسنجز بيبقى شكلها عامل كده. كان هيتشيك. دي القرابين بيبقوا حاطين فيها زي ورد وبخور، وبعد كده فواكه. يا جماعه ده شكل المعبد عندهم. هنا الاحتفاليه بيبقوا قاعدين جوه المعبد، بيبقوا يصلوا كده. sudah memsuah hati sudah memsuah lagi pada bisa disebutkan pada kalian lewatnya sama dengan aturan kami dan mungkin aja waktu sesuatu deh. يا جماعه عندهم هنا طيب يا جماعه عندهم هنا عيد اسمه اودالانج، بيتعمل كل 6 شهور او احتفاليه هنا تقربا للاله. بيستخدموا فيها القرابين، والقرابين دي عباره عن ورد وبخور، وكمان بيحطوا زي اكل او فواكه تقربا للاله. تعالوا نتفرج عليه عامله ازاي. بيقعدوا جوه المعبد ويقدموا القرابين ديت للاله. الاله ده عباره عن تمثال. الاله ده عباره عن تمثال او رمز
الاله ده عباره عن تمثال او رمز وبيقدموا له هم القرابين دي. تعالوا بينا نتفرج نشوف هم هنا بيعبدوا او الاحتفاليه دي عباره عن ايه. طيب ده واحد من الاماكن اللي الناس بتيجي تفطر فيه بالذات لما الشمس تكون حلوه، بيجوا يقعدوا هنا على البحر ويفطروا فيه. مكان اسمه تايمز بيتش وارونج. بتلاقوا الناس كلها هنا الساعه حاليا عندنا 10 الصبح، بتلاقوا الناس كلها قاعده حاليا على البحر لان الشمس جامده وكله قاعد بيطلب فطار. Hey, good. How are you, my friend? Oh, good. How are you? Extra. Yes. And your name is? Leo. Oh, that's Only brought So no place, right? hopefully I can find for you All soon. full. All full. At the moment. See you soon, my bro. يا جماعه هنا عشان الناس النهارده الجو حلو، فمعظم الناس جت الصبح على البحر، فهنا المكان بيتملي تماما، بيبقى فول حرفيا. انت بتحط اسمك ويتنج ليست مثلا رقم 20 وبتستنى تقريبا في حدود نص ساعه قبل ما تلاقي مكان. Hello sir, how are you? Hello chef. طيب عشان المكان زحمه هنطلع نفطر في مكان تاني عشان ما نضيعش وقت. النهارده يوم طويل، ف ممكن نبص على مكان تاني. هنا بالي مشهوره اصلا باماكن الفطار، خلينا نطلع على مكان تاني نفطر فيه، وبعد كده ممكن نيجي نطلع نقعد على البحر شويه قبل ما نروح الجيم. على واحد من الاماكن المفضله هنا اسمه جيف مي مور. ده موجود في منطقه بيرينان. هنطلب سموزي بول. هنا اسعاره لذيذه، مثلا السموزي بول هنا عامل 85,000. كان طلبنا سموزي بول تقريبا في حدود 4 دولار او 3 دولار كفطار. عباره عن فواكه ومعمول هفرجكم عليه شكله عامل ازاي لما يجي. هنقعد في المكان هنا النهارده فاضي، هنقعد فيه وبعد كده ننطلق على البحر وبعد كده الجيم وبعد كده البحر. هنشوف قوي الكلام ده. دلوقتي خلصنا فطار وهننطلق على الجيم اسمه زارونج جيم. يعتبر واحد من افضل اذا ما كانش افضل الجيمات اللي موجوده في بالي. هو غالي شويه، تعالوا افرجكم عليه وتشوفوا الاجواء جوه عامله ازاي. هعرفكم كمان السعر بتاعه، بس ده تقريبا يعني ايه هو سعره مبالغ فيه شويه، بس خلينا نشوف وتقولوا لي رايكم ايه. يلا. طيب حاليا وصلنا على الجيم. الجيم اسمه رونج جيم. ده المفروض واحد من اكبر الجيمات هنا في بالي. معظم الناس هنا بتيجي الصبح بالذات لان هو فيه ريكفري اريا حلوه، زي ساونا وبول وكمان زي ايس باس. فبتلاقي الناس كلها هنا بالذات لما الشمس تبقى موجوده، الناس بتقعد على البول تتشيل وبتاخد وبتعمل ريكفري. وهفرجكم على الجيم من جوه عامل ازاي. خلينا نشوف واحده من الحاجات اللي هنا ان هم بيمنعوا الكاميرات والتصوير جوه، فخلينا نشوف هيرضوا ان احنا ندخل بالكاميرا ولا لا، و نسالهم كده لو ينفع، عشان عايز افرجكم على الدنيا جوه عامله ازاي. حبيبي 3 times in a row. Hello. Is it possible to shoot? No. Even myself?
Only for what? Only Only phone. phone? Yeah, so no tripod, no GoPro. Even the GoPro. Only phone. What's the difference? What is the difference between the GoPro and the phone? That is the policy. Since the beginning, that is our policy. Okay. طيب يا جماعه، حاليا دلوقتي خلصنا جيم، هنطلع ناكل في مكان هنا جنب الجيم، مكان لبناني من الاماكن النادره هنا اللي بتعمل اكل عربي وبيعمل اكل لبناني حرفيا حلو جدا، لان تقريبا الشيف اللي جوه لبناني برضو. خلينا نخش نشوف دلوقتي هناكل ايه ونجرب الاكل اللبناني هنا. طيب يا جماعه حاليا خلصنا جيم، ومفروض ان احنا بعد الجيم بنروح ناكل في مطعم جنب الجيم هنا بيعمل اكل لبناني او اكل عربي اسمه زالي بالي. احنا المنطقه اللي احنا فيها حاليا اسمها بيرينان، والمحل هنا لبناني بيعمل اكل لبناني. فهناكل دلوقتي اكل لبناني. طلبت كفته وبطاطس على الطريقه اللبنانيه، هفرجكم عليها لما تيجي، واسعاره كمان مش غاليه، هقول لكم برده سعر الحاجه كام واحنا بنحاسب. طيب حاليا طلبنا اكل لبناني، ده شكله عامل كده، عباره عن كفته وبطاطس ورز بالشعريه تقريبا، يعني عامل زي صينيه البطاطس او صينيه اللحمه بالرز اللي احنا بنعملها يعني. بس الاكل هنا كتير حلو، الاكل هنا طعمه حلو وشويه شبه الاكل البيتي العربي، فعشان كده طعمه حلو الصراحه.